بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الأمين. بناتي وأخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنتكلم على مقومات نجاح الزواج أو الزواج الناجح. الأيام دي أو الفترة اللي فاتت كمان كان في حاجة أهالينا والمحيطين والناس المحيطين بينا بيعملوها. ايه هي؟ ان يبقى العريس عنده شقة ايجار وتبصوا تلاقوا اهل البنت بيجهزوا البنت على اعلى مستوى، اذا كان اصلا الاساس مش موجود، اذا كان الشقة نفسها مش موجودة. يعني ايه ان انت يبقى العريس عنده شقة ايجار وتقول في ناس اللهم بارك بيبقى مثلا العريس مادياته الى حد ما كويسة او مستقبله بيتقال كده ان مستقبل العريس هيبقى كويس، ما يسافر هيروح هيجي، فالناس بتوافق على الشقة اللي هي الايجار دي وبيجهزوها على اعلى مستوى، يعني اكراما لبنتهم. طيب الكلام ده مع احترامي لكل الناس الكلام ده غلط. العريس مستقبله حلو اللهم بارك، العريس إنسان محترم، العريس ممتاز، وانت وافقتي ان هو يتجوز بنتك. ما تجهزيش جهاز كبير قوي وعالي قوي وتحطي فيه دم قلبك عشان خاطر اكراما لبنتك. اكراما لبنتك ان انت علمتيها، اكرامك لبنتك ان انت وافقتي على زوج كويس ليها او على عريس كويس ليها. اكرامك لبنتك ان انت توصليها لغايه بيت جوزها، لكن اكرامك لبنتك ان انت ما تاذيهاش وتكومي لها عفش في شقه، والله اعلى واعلم المستقبل ده بايد ربنا عز وجل. طيب انا دلوقتي جاني لبنتي عريس كويس وما عندوش شقه. الموضوع دوت انا شفته في قصه حقيقيه. واحده مستواها العلمي ممتاز وجالها برضك واحد مستواه العلمي ممتاز زيها، هما الاتنين مهندسين اللهم بارك، وكانت إنسانة محترمة جدا وباباها وافق والعريس كان إنسان محترم بس ما كانش عنده شقة خالص. باباها عمل إيه؟ كان العريس معاه عقد سفر لدولة من الدول العربية. باباها قال له يا ابني أنا مش هجهز، يا ابني أنا مش هجهز، أنت دلوقتي هتاخدها وتسافر. قال له أيوه. قال له يوم ما ربنا يكرمك وتجيب شقة ملك أنا هبقى أجهز بنتي من الألف للياء. طبعا العريس بالنسبة له دي حاجة كويسة، اللي هي إيه الحاجة الكويسة؟ أولا أبوها راجل ذكي جدا، أبوها ما خلاهوش يأجر شقة ويدفع لها إيجار، أبوها ما خلاهوش يجيب عفش ويقعد عليه أسبوع أو شهر وبعد كده ياخد العروسة ويسافر. أبوها ما رحم نفسه هو كمان من إن هو يجيب عفش وجهاز ويجي بكرة وبعده العريس ربنا يرزقه من فضله يا رب ومن كرمه ويجي يعزله من الشقة دي للشقة ديت، فتبص تلاقي العفش كله اتكسر والحاجة اتبهدلت، أو أنا أو عريس أو العريس ربنا رزقه من فضله من واسع بعد كده هو وجاب شقة، فتبص تلاقوا العفش دوت بقى دون المستوى أو موضة قديمة فبيبيعوا بتراب الفلوس. يا ريت نرجع تاني نفكر صح، يا ريت نرجع تاني نفكر صح، يا ريت نرجع نركز إن طالما العريس ما عندوش شقة وهيأجر شقة وأنا مرتضي بيه لبنتي دينيا وأخلاقيا وإن هو شغلانته كويسة وبكرة ربنا هيكرمه، يبقى نجيب الأساسيات. إيه هي الأساسيات؟ أوضة النوم، أنتريه، مطبخ صغير، تلاجة صغيرة، بوتاجاز صغير، غسالة بس. يبقى أنا كده جبت أوضة أنتريه، أوضة نوم، المطبخ بسيط، وعلى الله التسهيل وربنا بكرة هيكرمهم إن شاء الله. إن شاء الله بكرة ربنا هيرزقهم. المهم إن هم أهم شيء إن هو وهي يتجوزوا ودي إمكانياتهم. صدقوني لا هو هيبقى داخل مخنوق بأقساط ولا هي هتبقى داخلة أهلها مضغوطين بأقساط، ولا هو أهلها بيضغطوا عليه كل شوية فين يا ابني الشقة، فين يا ابني الشقة. طب ما هو الفلوس اللي هيحطها في جهاز كبير وفي عفش كتير، طب ما هو يحطها كبداية لشقق من شقق الشباب ويقدم بيها وبعد كده هو ربنا يسهل لهم الحال وكل واحد يعني لما يبقى شقته ملكه يبقى يجيب العفش اللي يناسب المساحة بتاع شقته. ومن ضمن الحاجات إن الناس بتأجر شقة بمساحة معينة،
تيجي الشاب بعد فترة يستلم الشقة بتاعته، أو ربنا يفتح له باب الخير ويشتري شقة، فتبص تلاقي العفش ده أنت جايبه على مساحة، وتيجي تحطه في المساحة الجديدة، حاجة من الاتنين، يا إما بيبقى أكبر يا إما بيبقى أصغر. يعني يا إما بيبقى العفش كبير قوي على المساحة، وتبص تلاقي أنت عمال تدور إيه اللي أنا عملته في نفسي ده. يعني دي رسالة ودي نصيحة لبناتي ولولادي. ما عندكش شقة ملك بتاعتك، الملك لله. ما عندكش شقة ملكك، الملك لله. يبقى حضرتك وخلاص عايز تتجوز وأهلها موافقين عليك، يبقى حضرتك ما تكلفهمش ولا تكلف نفسك فوق طاقتهم. ما تحطش العربية قبل الحمار. أنا دلوقتي ربنا كرمني والناس وافقوا عليا. أنا دلوقتي كشاب ربنا كرمني بزوجة أو بعروسة، وأهلها وافقوا عليا وافقوا على إمكانياتي، يبقى أنا ما أرهقش نفسي وأرهقهم في جهاز كبير في فلوس أكتر. لا، أنا جايب اللي أنا أقدر عليه. الناس القديمة نجحت ليه في حياتها؟ لأن كان الزوج هو اللي بيجهز الشقة. بالظبط كده، ارجعوا لأهاليكم القدام اسألوهم، كان الزوج هو اللي بيجهز الشقة. كان يجي يقول لأبو العروسة أنا عايز بنتك وأنا هجيب شبكة وأدفع مهر، وكان بينزلوا يجيبوا العفش على أساس المهر اللي كان بيديه الشاب لإيه؟ لأبو العروسة، أو كان أبو العروسة بيريح نفسه وكان بيقول له لو هتفرش حصيرة تتجوزها عليها، لو هتفرش بيتك قصر هتتجوزها عليها، ده بيتك وانت اللي تأسسه براحتك. فكان أبو العروسة بيريح نفسه، وكان الشاب هو اللي بيبقى راجل. يعني كانوا زمان رجال، كان الراجل بيفرش بيته بطريقته هو، فرشه حلو لنفسه، فرشه وحش لنفسه، فرش كتير لنفسه، فرش قليل لنفسه، هو اللي هيعيش في البيت ده. فكنتوا بتلاقوا البيت على قد بساطته بس يبقى فيه حب وفيه رحمة. ليه؟ لأن هم داخلين معلهمش ديون، داخلين معلهمش أقساط، داخلين معلهمش حد بيخبط على الباب كده هو يقول لهم هاتوا في الفلوس اللي عليكم، هاتوا القسط دوت، هاتوا القسط دوت. داخلين نفسين مستريحين. كمان عدم أو قلة وجود العفش في البيت بتهدي الأعصاب وبتريح الزوجة من تفاصيل العفش. لكن ادي النيشه اهو محطوط، ادي السفره اهي محطوطه، ادي الانتريه، ادي الصالون، وكمان سنه ولا سنتين تبص تلاقي شايلين الليله دي كلها ورايحين من شقه لشقه. فكان زمان الدنيا أبسط مما تتخيل. هي كانت بتجيب شوية أطباق، شوية مواعين صغيرة معاها، وشوية لبس يخصوها، اللي هي اللبس اللي هي هتبقى محتاجاهم أول سنة أو تاني سنة بالكتير، وهو مسؤول عن الإنفاق عليها. هو مسؤول إن هو يجيب لها لبس جديد. فكانت بيبقى هو حاسس إن هو داخل مش مضغوط، هي داخلة مش مضغوطة، مش مكلفة أهلها فوق طاقتهم. بتجيب الحاجات اللي هتستعملها في يومها، شوية أطباق صيني، على طقم حلل تطبخ فيه، على شوية معالق، على شوية شوك. المهم اللي هو استخدام العادي. الاستخدام العادي ده أو الحياة البسيطة دي دلوقتي أو من زمان بيعتمدوها في الدول الأجنبية. أنا أعرف واحدة كانت تعرف واحدة أجنبية جت اتجوزت هنا في مصر. فالبنت اللهم بارك لما جت تطلب الحاجات اللي هتبقى في بيتها، جابت خلاط، جابت حلتين كده على قد ما هي هتطبخ فيهم. أخدت بطرمانات من حماتها، اللي هي بطرمانات الصلصة دي، وحطت فيها شوية ملح وشوية سكر، اللي هي الاستخدام البسيط بتاعها. بكرة وبعده هتأسس بيت حلو. ليه؟ لأن هي خلاص، هي حياتها ظبطتها على قد استخدامها هي وزوجها. بعد كده هو وجود بيبي صغير هتبص تلاقي الحياة بقت بسيطة، وهتبدأ تكبر في البيت. الركنة ديت أنا الجزء ده في البيت لما تبقى شقتهم هما، الجزء دوت أنا عايزة أجيب فيه أنتريه، الجزء دوت أنا محتاجاه في الشقة مثلا صالون، أيا كان. هو وهي هيبقى دماغهم هي هما الاتنين. هجيب الستارة دي، هيبقى كل ركن في بيتهم هم اللي مختارينه بنفسهم، هم اللي مختارينه بتعبهم. هو الراجل يا جماعة، الراجل لما بيتعب في تكوين البيت بيبقى صعب عليه جدا جدا ان هو يفرط في بيته. والست لما بتتعب في تكوين البيت
بيبقى كل يوم بيمر عليها مع الراجل ده وبتحس معاه بنعمة الزوج الصالح ونعمة إن هو بينفق عليها ونعمة إن هو قد المسؤولية. بتبص تلاقوا هي حبها ليه بيزيد وهو حبه ليها بيزيد. فانتوا بالكراكيب وبالكمية الدوشة اللي انتوا بتعملوها في الجهاز والكلام ده كله بتضيعوا نعمة الحياة للزوج وللزوجة. بتحسسوهم ان العفش ده عبارة عن أتب على ظهرهم هما الاتنين، والجوازة فشلت. أهل العروسة العفش ده بيبيعوه أو فين الشقق اللي هتستحمل العفش ده كله؟ ما العروسة بترجع بيت أهلها وعفشها كله بيبوظ. فلا، سيبوا لولادكم إن هم يعيشوا حياتهم البسيطة الجميلة اللي هي ما فيهاش تكاليف وما فيهاش تعب وما فيهاش عفش كتير وما فيهاش كركبة كتير. مش عشان خاطر بنت خالتها جابت، مش عشان بنت عمتها جابت، مش عشان خاطر نقول ايه للناس. لا، طز في الناس. الناس كده لا انت مشكورة معاها لا كده ولا كده، والناس كده كده هتجيب سيرة، هتجيب السيرة، يبقوا خارجين من أجمل شقق ويقولوا ولازم يطلعوا عيب في الشقة أو يطلعوا عيب في العريس أو يطلعوا عيب في العروسة. إرضاء الناس ده أمر محال. فأنا أهم من إرضاء الناس إن أنا أرضي نفسي، إن أنا ما اوجعش دماغي، إن أنا ما اتعبش بنتي، إن أنا ما اتعبش ابني، ما اقعدش أضغط على نفسي في شبكة كبيرة. لو هو يقدر يجيب دبلة ومحبس أو دبلة وخاتم في ظل الغلا دلوقتي يبقى حلو قوي. طيب هو دلوقتي ما عندوش شقة، عنده شقة إيجار، يبقى خلاص يا ابني هي أوضة النوم وأنتريه أو ركن صغيرين على قدك أنت وهي، وترابيزة صغيرة في المطبخ وحتة مطبخ صغير وبوتاجاز وتلاجة وغسالة وخلاص الموضوع انتهى على كده. هو ده هي دي البداية، هي دي البداية ليك انت وهي. بعد كده ربنا يكرمك ويرزقك برزقها. هتقولي لا حقوقها مش حقوق، اكتبوا قايمة، اكتبوا قايمة، اكتبوا قايمة. يعني حاولوا في كذا طريقة تضمنوا للبنت حقها، في كذا طريقة تضمنوا للبنت حقها. ولو العريس راجل هيوافق وهيمضي على الورقة دي، لأن هو بيبقى شاري وبيبقى حاسس إن هو داخل في بيت ناس محترمين عمرهم ما هيأذوه. لو حب بنتهم مش هيظلموه، هيرحبوا بيه، ولو كره بنتهم مش هيظلموه. كل واحد هيروح لحال سبيله بالايه، بالمعروف. قبل ما نجيب دوشه في البيوت، قبل ما نجيب كراكيب في البيوت، قبل ما نجيب عفش كتير في البيوت، قبل ما نكلف الاب والام والعريس والعروسه فوق طاقتهم عشان خاطر نرضي الناس، والناس كده كده اصلا مش هيرضوا، وكده كده هيخرجوا من البيت بيذموا أو بينتقدوا، لازم الناس تطلع حاجة. فلا، أنا أرضي نفسي، أنا ما أكلفش نفسي، أنا ما أتعبش نفسي، أنا ما أتعبش بنتي، أنا ما أتعبش زوج بنتي. زمان كان في حاجة حلوة جدا اللي كان بتحصل. إيه هي؟ كان زمان من الشقق كانت واسعة والبيوت كانت واسعة. فكان بيحصل حاجة، العريس في بداية جوازه كان بيتجوز في أوضة، كان بيتجوز في أوضة مع مامته. والله أنا شُفت ناس أعرفهم كانوا يعني مش قرايبي، كانوا جيران. والله كان ابنها، الست كانت كبيرة وكان عندها ولد واحد، كانت مجوّزاه في أوضة في شقتها. والله زوجة ابنها كانت بمثابة بنتها، كانت عندها غلاوتها من غلاوة ابنها. وعايزة أقول لكم وكانت نعمة الابنة ليها. فكان الناس كانت بتعيش الحياة الطبيعية البسيطة، عشان كده كانت البيوت بتعمر. لكن إن أنا يبقى العريس ما عندوش شقة وإمكانياته بسيطة وأقوم أكلفه فوق طاقتها. الفترة اللي فاتت لقيت بنت، شفت بنت وأمها، بنت متزوجة ومعاها طفلة صغيرة، يعني قولوا بقالها سنتين أو 3 سنين بالكتير أوي متجوزة. هي كانت بتدور على شقة عشان هتنقل من شقتها اللي هي فيها. فبتتكلم إنها عايزة شقة كبيرة مساحتها كبيرة، المطبخ يكون واسع شوية، لإنها جايبة تلاجة مش عارف كام قدم، المطبخ جايباه مش عارف أمريكان، وهي أخدة شقة إيجار، أخدة شقة إيجار. أنتوا فاهمين؟ يعني العريس أو الزوج البنت ما عندوش شقة وعاملين مطبخ أمريكان بمساحة الشقة اللي مأجرينها، جايبة لها أمها أعلى أجهزة، وهتشيل الأجهزة دي على كتفها
وهتتنقل من شقة لشقة، لأن الشقة دي مش أساس. فأنت بالمبالغ المهولة اللي أنت جبت بيها الجهاز ده كله، ما أنت كنت قدمتي على شقة وكنت اشتريتي شقة. هو ده قصدي، إن إحنا نحط الفلوس في مكانها، إن أنا أحط الفلوس في المكان الصح. العريس ما عندوش شقة، يبقى الفلوس بتاعة البنت دي تتشلها في البنك، أو تشتري لها بيها ذهب، أو تحافظي لها على الفلوس دي بأي طريقة تكون في دماغك، لغاية لما ربنا يكرم زوجها بشقة، ولما دنيتها تبقى يعني خلاص هي الزوج ده. لأن احنا بنلاحظ والعياذ بالله حالات الطلاق كتير، فاللي هو البنت النهارده بتتجوز من داخل السنة بتتطلق، بعد ما تكون يعني وجعت قلب أبوها وأمها ونفسها، وجابت جهاز بمئات الألوف. والولد برضك نفس الكلام، بيبقى جاب برضك جهاز بمئات الألوف وهو ما عندوش شقة وشبكة وفرح ومصاريف من هنا ومصاريف من هنا، وفي الآخر ده كله بيبقى شوية كراكيب، أو بيبيعوها بربع التمن أو بنص التمن. طب ليه؟ ليه من الأول نجيب عفش وإحنا ما عندناش الأساس؟ الأهم فالمهم، دايما نبني حياتنا على كده، الأهم فالمهم. ما تكلفوش ولادكم فوق طاقتهم، الجواز سهلوا عفيه، وفي نفس الوقت اضمنوا حقوق بناتكم عشان خاطر تحسوا. ولو الشاب مرضاش يضمن حق البنت ما تجوزوهاش من الأول للراجل ده. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق، مش لا دين لوحده ولا خلق لوحده، دين وخلق يكون مناسب ليها، فكره زي فكرها، أخلاقه زي أخلاقها، تربيته زي تربيتها، طباعه زي طباعها. يا رب الفيديو النهارده يكون حلو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.